لو أنت متداول في البورصة وبتقوم بعمليات تداول يومية أو بشكل دوري أو حتى مستثمر على المدى الطويل وما كنتش بتستخدم قبل كده أي أداة تساعدك بتعرف فيها مكاسبك أو خسائرك، أو مثلا كنت بتستخدم شيت الإكسل التقليدي عشان تقدر أرباح أو خسران أو خسائر فيها قد إيه. تعالى النهاردة نتعرف على شيركير، البرنامج اللي يقدر يساعدك بشكل كبير في إدارة استثماراتك في البورصة وتحدد بيها من خلاله الاستراتيجية المناسبة لإدارة استثماراتك. يلا بينا نشوفه مع بعض. من خلال الشاشة الرئيسية بتاعة البرنامج هتقدر تشوف مجموعة من التقارير البسيطة والمهمة جدا اللي بتقدر تحدد بيها موقفك الاستثماري عامل ايه في البورصة. أهم حاجة طبعا بقدر أشوف إجمالي المكاسب بتاعتي من خلال عمليات التداول اللي أنا عملتها كلها خلال رحلتي الاستثمارية، وكمان بقدر أشوف إجمالي الإيداعات اللي أنا حطيتها في محفظتي خلال الفترة اللي فاتت كلها، وإجمالي المسحوبات اللي أنا سحبتها من المحفظة خلال الفترة اللي فاتت، إجمالي استثماراتي الحالية بقى لسعر الأسهم حاليا، أنا إجمالي استثماراتي كام، وإجمالي عملية التداول اللي أنا قمت بيها، ورصيد محفظتي الحالي. وكمان بشوف عدد إجمالي الأسهم بتاعتي اللي أنا اشتريتها في كل الشركات، وإجمالي الشركات اللي أنا تداولت فيها، وإجمالي المصاريف اللي اتدفعت خلال عمليات البيع والشراء، ولو في توزيعات أرباح أنا جنيتها من الأسهم بتاعتي بقدر أشوف إجمالي الأرباح بتاعتي. وكمان بقدر أشوف آخر 10 عمليات تداول أنا قمت بيها، سواء بيع أو شراء، من خلال تاريخ العملية، نوع العملية بيع أو شراء، اسم السهم، عدد الأسهم اللي أنا شاريها، سعر السهم اللي أنا شاري بيه، إجمالي المصاريف بتاعة العملية، وتوتال المبلغ بتاع العملية كان كام. وأهم حاجة، هل أنا كسبان أو خسران في العمليات اللي أنا قمت بيها. من خلال العمود ده أو الكولوم ده أنا بقدر أشوف بيه الأرباح أو مكسبي من كل عملية بيع أنا قمت بيها. ولو أنا خسران لا قدر الله، هيبقى المبلغ بالماينس وباللون الأحمر عشان يبقى واضح بالنسبة لي عملياتي عاملة ازاي. طبعا ده الشاشة دي بتجيب لي المعلومات دي عن حالتي الاستثمارية بالكامل خلال الفترة كلها اللي أنا اشتغلت فيها. لو أنا عايز أحدد فترة معينة، يعني سنة معينة أو شهر معين أو كوارتر أو خلال نص سنة أو whatever الفترة اللي أنت عايز تحدد فيها، فبتقدر تحدد التواريخ دي في الفلتر هنا. ولو حابب إن أنت تعرف التفاصيل دي لسهم معين أو لكل الأسهم، بتقدر برضو تحدد السهم اللي أنت عايز تشوف فيه العمليات بتاعته كلها أو الإجماليات دي من خلال السهم ده. برضو من خلال البرنامج ده بقدر أشوف من خلال الصفحة بتاعة شاشة الأسعار، بيجيب لي كل البيانات بتاعة الأسهم بتاعتي أو الأسهم اللي موجودة في البورصة بالكامل. بيجيب لي آخر معلومات عنها في نهاية آخر اليوم بتاع التداول، بيجيب لي البيانات بتاعتها بالكامل. يعني بعرف سعر الإغلاق بتاع الشركة دي كان على كام، وأعلى سعر الشركة دي وصلت له أو السهم ده كان كام، وأقل سعر كام، ونسبة التغير موجب أو بالماينس، هل هو كان فيه صعود أو هبوط. وأهم حاجة البرنامج بيقدر يحددها لك ويحسبها لك سعر المقاومة وسعر الدعم، سواء دعم أول ودعم تاني ومقاومة أولى ومقاومة تانية، عشان تقدر تحدد بالظبط استراتيجيتك في الأسهم أنت بتتابعها، وإمتى تدخل وإمتى تخرج منها. طيب، لو أنا شايف أسهم كتيرة جدا وأنا مش محتاج أتابع كل ده، فأنا بسهولة جدا بقدر أحدد الأسهم اللي أنا عايز أتابعها أو مشتري فيها أو اللي أنا بشتغل عليها. بحدد كل الشركات المفضلة بالنسبة لي، ومن خلال زرار ده
بضغط عليه علشان يجيب لي الأسهم المفضلة بالنسبة لي بس، أو الأسهم اللي أنا بتابعها بس، لسهولة المتابعة والمراقبة، عشان أقدر أعرف أخد القرارات اللي أنا محتاجها مع الشركات دي، وإمتى أدخل وإمتى أخرج، أو أنا مستني نقطة معينة عشان أتحرك فيها لسهم معين. وبرضو عندي بسهولة جدا لو أنا عايز أدور على سهم معين، فمن خلال إن أنا بكتب اسمه فبيظهر لي بسهولة، أو بالكود بتاعه علشان يقدر يحدد لي السهم اللي أنا عايز أتابعه. طيب، أنا من هنا من خلال الضغط على اسم السهم في أي سهم من الأسهم دي، هيجيب لي التفاصيل الكاملة عن السهم ده. يعني آخر سعر هو قافل عليه، نسبة التغير بتاعه كانت صعود أو هبوط. لو أنا ليا أسهم في الشركة دي، بيبان لي هنا عدد الأسهم اللي أنا شاريها، متوسط السعر اللي أنا شاري بيه، إجمالي المبلغ اللي أنا شاري بيه، وإجمالي المبلغ الحالي بالنسبة لسعر السوق. وطبعا هيحدد لي مكسبي أو خسارتي في السهم ده، ونسبة المكسب أو الخسارة. وطبعا الجزء ده بيبين لي بيانات السهم المالية وحجم التداول بتاعه والقيمة السوقية والإيرادات بتاعته وكل التفاصيل المالية اللي أنا محتاج أعرفها عن السهم أو الأسهم اللي أنا بتابعها. والجزء بتاع الدعم والمقاومة المهم جدا بالنسبة لنا، إن أنا أبقى عارف نقطة الارتكاز بتاعة السهم ده، والدعم الأول والتاني بتاعه، والمقاومة الأولى والتانية بتاعته، علشان أحدد قراري في الدخول أو الخروج هيكون إمتى. طيب، كل المعلومات أو كل الأرقام اللي أنا شفتها دي هتحصل إزاي؟ هتحصل من خلال إن أنا أبدأ أدخل عمليات التداول بتاعتي اليومية أو الأسبوعية، أو في الوقت اللي أنا بدخل أعمل فيه أي عملية في الأبليكيشن بتاعي، أو في الشركة اللي أنا بتداول من خلالها. بحدد نوع العملية بتاعتي كان بتاريخ كام، هل العملية ديت بيع أو شراء، اسم السهم اللي أنا هشتري فيه أو ببيعه علشان أبدأ أختاره، وعدد الأسهم اللي أنا اشتريتها أو بعتها من السهم ده، والسعر اللي أنا اشتريت أو بعت بيه، وإجمالي المصاريف بتاعة العملية. ومجرد الضغط على حفظ هيوديني لصفحة عمليات التداول، اللي بيديني تفاصيل كاملة عن كل العمليات اللي أنا قمت بيها في رحلتي الاستثمارية، من حيث عدد الشركات اللي أنا اشتريت وبعت فيها، إجمالي رصيد الأسهم بتاعتي، إجمالي الأرباح اللي أنا كسبتها من عمليات التداول بتاعتي دي. طيب، هنا تقريبا التقرير ده شبه التقرير اللي احنا شفناه في الصفحة الرئيسية، مع زيادة حاجة مهمة جدا، متوسط السعر بتاعي، أو السعر المتوسط اللي أنا بقيم بيه الأسهم بتاعتي. يعني طبعا احنا عارفين كلنا ان انا لما بشتري سهم على سعر، وبعد كده اشتريته على سعر تاني، فبيتحسب لي متوسط السعر الجديد، طبعا بعد اضافة المصاريف. زي ما احنا فاهمين كلنا الموضوع بيبقى حاصل ازاي. التطبيق ده بيحسب ده اوتوماتيك بناء على العمليات كلها اللي انت بتسجلها، علشان يقدر يحدد لك السهم ده انت كنت شاريه بكام قبل كده، وبعد كده اشتريته بكام، وهكذا. طيب، خلينا نجرب مثلا في سهم نكونوا اشترينا فيه أكتر من مرة، فبيبقى واضح هنا إن أنا بشتري السهم ده على سعر، وبعته على سعر، وبعد كده اشتريته تاني وبعت، واشتريت وبعت واشتريت وبعت. ولو في سهم أنا اشتريت منه كذا مرة بأسعار مختلفة، بيبدأ التطبيق بيحسب لي متوسط السعر بتاعه، علشان أبقى عارف بالظبط أنا عملياتي عاملة إزاي ومكاسبي فيها عاملة إزاي. وطبعا أي عملية لو أنا عملتها بالغلط أو حاجة وحابب إن أنا أحذفها، فبقدر أحذفها بسهولة. ولو في أي غلط في المعلومات اللي أنا حطيته وحبيت أعمل تعديل، فبقدر أعمل تعديل. وزي ما شفنا كده، أنا ممكن أشوف كل عمليات
الشراء بتاعتي أو البيع بتاعي، علشان لو أنا عايز أتابع حاجة معينة أو أنا أشوف الأرصدة بتاعتي أو إجمالي الأرباح بتاعتي عاملة إزاي. وطبعا ده أنا ممكن أعمله في خلال فترة معينة أو في خلال المدة كلها، زي ما أنا عايز. بيبدأ يحدد المدة اللي أنا محتاجها، فبيجيب لي العمليات اللي أنا عملتها في خلال المدة دي بس. وطبعا لو أنا عايز أحدد العمليات دي لسهم معين، فبقدر أحدد ده بسهولة، علشان لو أنا عايز أعرف وضع سهم معين في فترة معينة كان عامل إزاي. وده مثال مثلا على الفكرة اللي أنا كنت بقول عليها، إن السهم ده اشتريته ب39.5 وبعد كده بقى ب39. فمتوسط السعر بيتغير مع تغيير أو عملية الشراء الجديدة بالسعر الجديد. وطبعا كل ما بتشتري بسعر أقل متوسط السعر بيتغير معاك، لغاية لما بيجي الوقت اللي تاخد فيه القرار إن أنت تبيع، عشان تقدر تحقق فيه المكاسب اللي أنت حابب توصل لها. وطبعا كل ده الابليكيشن بيقدر يقدمه لك بالتفاصيل بالهيستوري ده كله، علشان تعرف انت كنت اخدت قرارات صح ولا غلط، لان بناء عليها هتعرف انت المفروض تعمل ايه بعد كده. لو انت مش عارف او بتتعامل بشكل تلقائي او من غير ما تبقى دارس كويس الخطوات بتاعتك، هتلاقي نفسك عندك مشاكل كتير، بتخسر كتير، مش عارف اللي انت عملته ده صح ولا غلط. هو اللي انا عملته طيب ده صح ولا غلط؟ مفيش حاجة غالبا بتقدر تديلك المعلومة دي، سواء في التطبيقات بتاعة الشركات بتاعة التداول أو شيت إكسل أو أي حاجة تانية. معتقدش، لأن أنا دورت كتير على حاجة تديني السيرفيس دي اللي أنا أقدر أبقى عارف كويس أوي أنا وضعي إيه. بس ملقتش. بس يعني إحنا بنقدم لكم من خلال التطبيق ده كل التفاصيل الممكنة اللي يكون أي متداول ممكن يكون محتاجها، علشان يقدر ينفذ استراتيجيته اللي هو حابب يكمل بيها التداول بتاعته في البورصة. طيب نيجي للجزء اللي بعد منه، المحفظة. المحفظة طبعا دي اللي أنا بقدر أدخل من خلالها كل العمليات اللي ليها علاقة بالمحفظة، سواء إيداع أو سحب أو توزيعات أرباح أنا كسبتها من أسهم كانت معايا. لأن كل ده الفلوس دي يا بتدخل يا بتطلع من المحفظة، وبعد كده بتبدأ تستثمرها في عملية التداول بتاعتك. فمهم جدا إن احنا نعمل سيموليشن أو نبقى شبه جدا اللي بيحصل، علشان تقدر تستفيد بشكل كبير من الموضوع وتبقى عارف موقفك بالكامل بالتفصيل. فبعد ما بتقدر تعمل العملية بتاعتك، بتقدر تروح على أنشطة المحفظة اللي بتشوف من خلالها كل العمليات اللي انت عملتها في المحفظة، إيداع سحب توزيع أرباح، والإجماليات بتاعتها بتبقى واضحة قدام منك هنا، علشان تبقى عارف وضعك بالظبط. وطبعا لو انت عايز تدور على معلومات عن فترة معينة أو سنة معينة أو شهر معين، فبتقدر تدخل نوع كل المعلومات اللي انت محتاجها، التواريخ، نوع العملية، إيداع سحب توزيع أرباح، تعمل بحث عشان تقدر تشوف الداتا اللي انت محتاجها بالظبط. عندنا طبعا علشان البرايفسي والخصوصية بتاعت كل حساب على التطبيق ده، لكل يوزر يقدر يغير الباسورد بتاعته، علشان يبقى محافظ على الخصوصية بتاعته في أي وقت. وديت يعني بتبقى من الحاجات الأساسية اللي بتبقى موجودة في أي تطبيق، وخصوصا اللي ليه علاقة بالجزء المالي أو الفاينانشال، عشان يبقى محافظ على سرية معلوماته. الأهم جزء في التطبيق واللي هو بيقدم الفاليو والقيمة الحقيقية للتطبيق ده، التقارير والتحليلات اللي بتتعمل على العمليات بتاعتك اللي انت قمت بيها خلال رحلتك الاستثمارية. أول تقرير ده تقرير الأسهم، ده اللي من خلاله هنشوف فيه مجموعة من التقارير المهمة جدا هنشرحها دلوقتي بالتفصيل. أول حاجة هو بيبدأ يحدد لك متوسط
حركات الشراء الشهرية اللي انت بتقوم بيها ومتوسط حركات البيع. يعني انت في خلال شهر واحد قمت بكام عملية؟ 10 عمليات. في شهر اتنين قمت ب5، فيعتبر المتوسط بتاعك 7 عمليات ونص مثلا. ونفس الحكاية لعملية البيع. فانت ده حاجة بيديلك متوسط كده بشكل مبدئي. طيب، انا الاسهم بتاعتي اللي انا شاريها في ايه؟ ده بيحدد لي اسامي الاسهم اللي انا شاري فيها، واجمالي عدد الاسهم بتاع كل سهم او كل شركة. والجراف التاني ده بيوضح لي ايه هي الفئات اللي انا اسهمي موجودة فيها. يعني عقارات، اتصالات، او بنوك، او اغذية ومشروبات، زي ما كل التقسيمة بتاعت الفئات اللي موجودة عندنا في البورصة، عشان تقدر تعرف برضو انت ايه اكتر كاتيجوري انت بتشتري فيه اسهم. طيب، دي بيديني الاسهم الحالية اللي هي موجودة معايا حاليا. طيب، الريبورت ده بيرجع لي ايه؟ بيرجع لي تقرير سنة. يعني احنا في 2024، فهو هيجيب لي كل العمليات بتاعت سنة 2024. لو انا عايز احدد اي سنة تانية فبختار السنة علشان يرجع لي التقرير بتاع السنة كلها. طيب، الجرافات دي بترجع لي ايه؟ بترجع لي الاسهم كلها اللي انا اشتريتها او تداولت فيها خلال الفترة اللي انا اخترتها، اللي هي مثلا 2024. فبيقول لي والله انت خلال 2024 تداولت في كل الاسهم دي او بعدد الاسهم دي. يعني مثلا ده كان الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول ديت من أكتر الأسهم اللي اشتريت فيها. القاهرة للزيوت والصابون طبعا دي علشان شركات الأسهم بتاعتها القيمة بتاعتها صغيرة، فبيبقى عدد الأسهم بتاعها اللي بنشتريه غالبا بيبقى كبير. وطبعا بقية الأسهم تبقى شايف التوزيع بتاعت كل الشركات اللي انت اشتريت وبعت فيها خلال السنة دي. ونفس التقسيمة ديت بالنسبة للفئات. في أنهي كاتيجوري أكتر اشتريت فيه، أنهي أقل، عشان تبقى برضو عارف أنت بتركز على إيه أكتر وبتهتم بإيه أكتر. عمليات التداول اللي أنا قمت بيها خلال السنة، في خلال كل شهر هو بيقول لي أنا عملت كام عملية شراء وكام عملية بيع، علشان أبقى برضو بقارن ده في خلال السنة كلها. هو أنا إيه الشهور اللي أنا بتداول فيها أكتر في البورصة، أو الشهور دي الأقل أو المتوسط، أو برضو أبقى عارف بالظبط أنا بشتغل إزاي في خلال السنة، وإمتى. أو مثلا أنا بدأت السنة برقم معين وبدأت أزيد لغاية لما تضاعف ووصل لآخر السنة بشكل كبير عملية التداول. أو إن أنا غيرت الاستراتيجية بتاعتي، بدل ما كنت بعمل عمليات تداول كتيرة كل شهر، إن أنا قررت أشتغل على المدى الطويل وأقلل عمليات البيع والشراء بتاعتي، وأصبر على الأسهم بتاعتي لغاية أطول وقت ممكن. طبعا من تقرير زي ده هيوضح لك بالظبط انت الاستراتيجية بتاعتك عاملة ازاي وحققت ايه، وهل دي كده صح اكمل بيها، ولا انا محتاج اغير الاستراتيجية بتاعتي علشان اقدر احقق مكاسب اكبر. طيب، الجراف الاخير بيوضح لي عدد الاسهم اللي انا اشتريتها واللي انا بعتها في خلال السنة. يعني ده إجمالي عدد الأسهم المشتراه وإجمالي عدد الأسهم اللي متباعة، عشان برضو أبقى شايف توتال الأسهم بتاعتي اللي أنا اشتريتها وبعتها كل شهر عاملة ازاي. طيب، نيجي بقى عند التقارير المالية، واللي هي دي تعتبر بالنسبة لي أهم حاجة في التطبيق ده، لأن من خلالها أنا بعرف بالتفصيل كل حاجة فاينانشال أو مالية ليها علاقة باستثماراتي كلها عاملة ازاي. برضو هو ده بيجيب لي التقارير أو تقرير عن السنة اللي أنا فيها. طيب، ده هيقول لي إيه؟ الجزء الأولاني هيقول لي متوسط قيمة الأرباح الشهرية. يعني أنا لو أنا عندي كل شهر حققت مكاسب معينة، لو أنا مثلا بتارجت إن أنا عايز أبقى بكسب
1000 جنيه كل شهر من عمليات التداول بتاعتي. ده هيقول لي هل أنا بحقق التارجت بتاعي ولا لأ. لما بدخل أنا كل العمليات بتاعتي في خلال السنة واجي اشوف هنا، فانا هبقى شايف انا المتوسط بتاعي، الافريج بتاع ارباح اللي انا بحققها من عمليات التداول بتاعتي قد ايه. طيب متوسط قيمة المشتريات الشهرية، انا في المتوسط بشتري بقد ايه فلوس بالاسهم. يعني هنا بيحدد لي اجمالي او متوسط المبالغ اللي انا اشتريت بيها ومتوسط المبالغ اللي انا بعت بيها. والمهم جدا طبعا بالنسبة لنا متوسط قيمة الإيداعات الشهرية. أنا بعمل إيداعات في الشهر قد إيه. طبعا هذه المبالغ شكلها كبير علشان ده يعني بيعتبر بداية أول السنة، والإيداع مثلا بيبقى كبير أو تقفيلة السنة القديمة، فبيبقى تلاقي ان المبلغ كبير. بس بعد كده انت لما بتيجي او محدد مثلا ان انا كل شهر هحط 1000 جنيه 2000 جنيه ايداع، هل انا بنفذ ده فعلا؟ هل انا محافظ على ده ولا بأثر في وقت، او ان انا لا بقيت بزود عن التارجت اللي انا حاطه؟ هتعرف دوت من القيمة بتاعت متوسط الايداعات الشهرية بتاعتك. طيب هنا الجراف ده هيوضح لي إجمالي الأرباح الشهرية بتاعتي عن كل شهر. يعني في شهر واحد أنا قدرت أحقق مكاسب قد إيه، في شهر اتنين قد إيه، تلاتة أربعة خمسة لغاية شهر 12، عشان أبقى شايف هل أنا بحقق مكاسب بشكل كبير، بشكل متساوي، هل بقل، هل في دروبات في شهور معينة. طب الدروبات دي بسبب هل كانت البورصة الترند بتاعها هابط فعلشان كده كان ما بقدرش احقق مكاسب كبيرة، او الترند بتاعها صاعد فقدرت احقق مكاسب كبيرة. فانت بتقدر تعمل من خلالها اناليسز، هو انا ماشي صح ماشي غلط، انا محتاج اغير ايه، انا غلطت في ايه هنا، انا محتاج اعدل ايه هنا. ده مهم جدا بالنسبة لك. الجراف ده بيحدد لي قيمة العمليات الشهرية، اللي هو أنا اشتريت بمبالغ قد إيه وبعت بمبالغ قد إيه. طبعا هو بيجمع المبالغ كلها، مش راس مالك بس او قيمة استثماراتك. يعني انت بعت واشتريت كل اجمالي المبيعات هتلاقيها برقم هنا. عشان كده هتلاقي ان الارقام كبيرة شوية كل ما انت بتكون عمليات التداول بتاعتك كتيرة، سواء بشكل يومي او اكتر من مرة في اليوم، للناس اللي هي بتحب تشتري وتبيع اكتر من مرة في خلال الجلسة. فده هيوضح لك كل التفاصيل بتاعة إجمالي المبالغ بتاعة بيع والشراء. طيب المحفظة، العمليات بتاعة المحفظة، أنا في الشهر هيحدد لي كل شهر أنا عملت إيداعات قد إيه، سحبت قد إيه، هل كان في توزيع أرباح أنا استفدت بيه. فكل ده هيبان في التقرير ده عن كل شهر. فتبقى شايف أنا متوسط إيداعاتي عامل إزاي، أو شكل إيداعاتي عامل إزاي، شكل مسحوباتي عامل إزاي، شكل الأرباح اللي أنا بجنيها من الأسهم بتاعتي عاملة إزاي. ده مهم جدا بالنسبة لي. طبعا الشيء مزعج جدا بالنسبة لنا كلنا المصاريف اللي بتدفع على كل عمليات البيع والشراء. مهم جدا تبقى عارف توتال إجمالي المصاريف اللي بتدفع عن كل شهر. يعني أنت لو كسبت طبعا مبلغ المكاسب بتاعتك دي الصافي بعد خصم المصاريف وكل حاجة. يعني ده الكاش اللي بيبقى معاك. بس لازم تبقى فاهم برضو ان انت دفعت قد ايه كمصاريف في العمليات بتاعتك، وكام منهم مصاريف في الشراء وكام مصاريف بيع والتوتال بتاعهم. وده بيتكرر عن كل شهر عشان تبقى شايف برضو توتال المصاريف بتاعتك اللي بتدفعها في عملية التداول بتاعتك عاملة ازاي. لأن برضك ده ممكن يخليك تغير استراتيجيتك. لا انا كده بدفع مصاريف كتير، انا محتاج اقلل مثلا عملية التداول، او محتاج اصبر على الاسهم بتاعتي عشان تبقى المكسب اكبر في عملية واحدة بدل ما احقق مكاسب صغيرة في عمليات كتير. كل ده قرارات هتاخدها بناء على التقارير اللي انت بتشوفها قدام منك دي. طيب
هنا توزيع الأرباح حسب الأسهم. أنا الأسهم بتاعتي اللي أنا اشتركت فيها أو اشتريت فيها، أنا كسبت كام من كل سهم. يعني ده مثلا أنا اشتريتش فيه كتير بس المكاسب فيه كبير، عكس مثلا حاجات تانية اشتريت فيها أسهم كبيرة بس المكاسب بتاعتها كانت قليلة. فطبعا ده مهم جدا بالنسبة لك تبقى عارف ايه الأسهم القوية اللي بتقدر تحقق لك أرباح كبيرة، وايه الأسهم اللي الأرباح بتاعتها ضعيفة، أو أنت اتصرفت غلط في البيع والشراء بتاعها، أو الأسهم تقيلة. يعني كلنا طبعا عارفين القصة دي. فده بيوضح لك بشكل كبير انا ايه اكتر حاجة استفدت بيها، او ايه اكتر حاجة قدرت اكسب منها من حيث الاسهم. وطبعا ده نفس الفكرة بس على حسب الكاتيجوري او الفئة، انهي فئة كسبت فيها اكتر، وده طبعا بناء على عدد الاسهم اللي انت بتشتريها في الفئات. واخر حاجة عندنا المحفظة، بيوضح لي نسبة الايداع للسحب. هل انا يعني بعمل ايداعات قد السحب، ولا انا بعمل ايداعات بشكل كبير وبسحب بشكل قليل، او بعمل الايداعات وبرجع اسحب. يعني ده تقريبا حوالي نسبة 25% أو 24% مسحوبات من الإيداعات اللي أنا عملتها. ودي ما المفروض ما تبقاش يعني حاجة كويسة، إلا لو أنت داخل مثلا بفلوس هي متوفرة معاك لفترة معينة، فبدل ما هي تبقى مركونة انت دخلت استثمرت بيها علشان تقدر تحقق بيها مكاسب، وبعد كده بترجع تسحبها تاني بعد وقت قليل. وطبعا دي استراتيجية هي ريسكي شوية، لان انت ممكن تخش تتداول وتشتري بيها اسهم وتتحبس في سهم او تلاقي نفسك خسران. فيا اما هتضطر تطلع بخسارة عشان تسحب فلوسك عشان تسدد التزاماتك، او هتطلع بمكاسب قليلة، او هتاخد الريسك في ان انا ادخل عشان احقق مكسب سريع واطلع تاني بسرعة علشان اوفي التزاماتي. فطبعا ده بيوضح لك الموضوع بيبقى انت ماشي فيه ازاي. وهنا هنكون وصلنا لآخر نقطة في البرنامج اللي معمول. واللي أنا عايز أكده إن ده مش كل حاجة، إحنا لسه شغالين على إضافات جديدة وفيتشرز جديدة تضاف في التطبيق، تبقى مفيدة أكتر لكل الناس المتداولة في البورصة، وتقدر تستفيد أقصى استفادة ممكنة من كل العمليات اللي هي بتعملها، وعلشان تقدر تحدد استراتيجيتها بشكل كبير وواضح في استثماراتها في البورصة عشان تحقق أكبر مكاسب. أتمنى إن يكون اللي انتوا شفتوه ده يكون مفيد ليكم. احنا مستنيينكم تكلمونا علشان تقدر تجرب بنفسك وتضيف كل عملياتك وتقدر تشوف. الجميل في الموضوع إن إحنا بنقدم شهر مجاني لأي حد حابب إن هو يجرب معانا. هنحط لكم رقم تليفون واتساب اللي نقدر نتواصل من خلاله. ولو عندك أي أسئلة عايز تسألها أو تستفسر عن أي حاجة عايز تجرب بنفسك، حضرتك هتشرفنا. هنبعت لك أكاونت حساب تجريبي لمدة شهر تقدر تجرب بيه وتجرب كل الفيتشر وكل الإمكانيات اللي موجودة جوه التطبيق. وهنستنى من حضرتك في نهاية الشهر ده إن أنت تدينا فيدباك أو رأيك في اللي أنت شفته، ايه التقصير اللي موجود عندنا ومحتاجين ان احنا نزوده او نشتغل عليه، او ان انت تكون استمتعت فعلا بالتجربة بتاعتك دي وحابب تكمل معانا. واللي احنا عايزين نقوله ان الاشتراك الشهري بتاع التطبيق ده اشتراك رمزي جدا، يعني حاجة لا تذكر، علشان احنا بنحاول ان احنا نساعد اكبر عدد ممكن من الناس المتداولة في البورصة ان هي تبقى قادرة تمانج او تدير استثماراتها بشكل كويس، وتقدر تحقق مكاسب كويسة وتقدر تستفيد بشكل كبير من عملياتها في البورصة. شكرا لمتابعتكم معانا.